وفي ميناء الإسكندرية. يوم الخميس أول امبارح تشرفت بحضوري افتتاح مقر الأهلي الرابع. تلقيت دعوة كريمة من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. وامبارح أو يوم الخميس تشوف حاجة مختلفة في مصر. تاني حاجة مختلفة. تشوف مثلا من الزمالك نجوم موجودين، ده ما بيحصلش فيها حته. من انبي نجوم موجودين، لاعبين قدامى موجودين، رؤساء نادي اهلي سابقين موجودين، وزراء يعني الدكتور اشرف صبحي طبعا وزير الشباب والرياضه، سياده الوزير سيد القصير وزير الزراعه، مستشار علاء فؤاد وزير شؤون مجالس النيابيه. زي ما حضرتك بتشوفوا طبعا يعني مع بعض زي ما حضرتك بتشوف، هي دي العلاقه. ده كابتن محمود الخطيب، ده النادي الاهلي. وكل التحيه، وانا يعني بشكر كل الناس والساده الوزراء كمان، يعني امتنان للجميع. يعني عمرو فاروق، خالد مرتجي، لواء وليد، مسؤول طبعا الاشغال العسكريه. زي ما احنا بنشوف طبعا لحظه قص شريط افتتاح المقر الرابع، واشرح لكم بعد شويه بس عشان الناس تبقى عارفه الاهلي عمل ايه. اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي وحسام غالي، وطبعا دكتور سعد الشلبي طبعا المدير التنفيذي، كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. كنا وقفنا وصديق النشأة الديهي مع طبعا دكتور اشرف صبحي طبعا حبايب كلهم. عايز اقول لكم سياده النائب عبد الهادي القصبي، زي ما انتم بتشوفوا كده، ناس يا جماعه، كابتن حلمي طولان، مهندس خالد مرتجي، يعني دولة الإمارات العربية المتحدة، سامع عاشور، أستاذ جمال علام، مجدي أبو فريق، خير رمضان، كتير. عايز أقول لكم يعني أسامة أنديل، طارق أنديل طبعا، مستشار أسامة أنديل طبعا، كابتن بيبو طبعا، دكتور سعد شلبي، واقفين طبعا فوق. تشوف المشهد من فوق. عايز أقول لكم إيه، إبراهيم حسن، وشفت إبراهيم وسلمت عليه. يعني شوفوا، يعني بقول الاهلي ما بينساش ولاده ابدا. كان الاحتفال ده هو تكريم لعائله الاهلي. حسام غالي طبعا عضو مجلس اداره، والكابتن حسام غالي والنائب حسام غالي طبعا، مهند، كل مجلس اداره، كل مجلس، محرم الراغب، شفتهم، المهندس ابراهيم المعلم، دكتور حسن مصطفى، كابتن حسن حمدي. يعني عايز اقول لكم الناس، جمال الجرحي، كل رموز مجتمع رياضة، كابتن ماهر همام. وكنت بتكلم على تاريخ ماهر همام، وهو يعني في الجيل الذهبي للنادي الأهلي، بنتكلم عليه وبتكلم معاه. مهندس عادل القيعي، كابتن مصطفى عبده طبعا، وكابتن ربيع ياسين، يعني كل دول سعدت امبارح بيهم. أول امبارح كابتن وليد سليمان، شريف عبد الفضيل، كابتن، يعني كله، كل طبعا الحبايب كانوا موجودين، عائلة النادي الأهلي، وكل أعضاء مجلس الإدارة، كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي. فكانوا حاضرين زي ما قلت لحضراتكم، طارق أنديل طبعا، وخالد مرتجي، وطبعا لعمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. طبعا لفتة طيبة من الكابتن محمود الخطيب.